السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي الغاليين واخواتي؟ وحشتوني 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 كتير 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 قد الدنيا وما فيها. تعالوا يلا كده بسرعة، روتين يوم الجمعة، جمعة طيبة مباركة علينا وعليكم يا رب العالمين. طبعا اللي متابعني من فترة هيبقى عارف ان انا لسه ناقلة من فترة لشقتي وما عنديش فيها عفش، لسه بلم كده اشيائي وبشتري وبجيب حاجات وكده. طبعا جبت اوضه الاطفال ولسه هكمل واحده واحده، بشوف الاولويات وبجيب، بدخل في جمعيه بحوش حاجه هنا او هنا لحد ما بجيب اللي انا عاوزاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المهم النهارده انا يا جماعه ما عنديش دولاب، وطبعا الدولاب طلع شيء مهم جدا في الاوضه بجد. الولاد كل شويه يطلعوا لبس، يطلعوا لي كل الهدوم اللي في الكيس على الارض، كل ما ارص الهدوم يوقعوها، فطبعا كارثه كارثه، تلاقي كل الهدوم على الارض، تلاقي البيت متكركب، فرهيب يعني. حتى اوضه الاطفال مفيش فيها دولاب. انا لما جبت السرير بس، هفرجكم دلوقتي عليها برضو، هنعمل فيها روتين ان شاء الله. طبعا بعد كده خلصت وجبت المكنسه بتاعتي وبدات ان انا انضف المكان كله من اي تراب واي حاجه فيه. لسه المرتبه او السرير بتاعنا، احنا حاطين المرتبه على الارض، ده سريرنا يعني، ما حدش يتريق ماشي تمام. المهم اخواتي هنا بشيل الولاد، بس يا ولا بس بطل شقاوة. المهم هنا بقى طبعا الولاد كانوا بيساعدوني، بس اسكت بطل شقاوة. الولاد كانوا بيساعدوني معايا وكده، وانا برضو بشيل. بصوا يا جماعه، انا جيت لقيت الحيطان متوسخه بتاعه الشقه هنا، فانا دهنت اوضه الاطفال لما جبت الغرفه الجديده. ان شاء الله برضو كل غرفه هحاول ادهنها، بس انتوا عارفين الحاجه مكلفه، فانا كل فتره بعمل حاجه. محتاجه بقى تشجيعكم ودعمكم كده ليا، واللايك الجميل بتاعكم، عشان اللايك بيفرق معايا جدا في الفيديو. ففضلا وليس امرا تحطوا لايك حلو كده زيكم، والله الا عيط والله ويا ريت تشوفوا الاعلانات كده للاخر، عشان ايه ربنا يكرمنا ان شاء الله ونجيب كل اللي نفسنا فيه في الشقه. طبعا انتوا اخواتي وعيلتي الجميله اللي وقفت معايا كتير. المهم انا جبت قماشه كده بدل الشرشوبه، لان الشرشوبه عندي بتعملي ريحه زفاره لما بستخدمها، فقلت لا هشتري واحده جديده. جبت قماشه وحطيت فيها شويه اريال، وبدات طوقت الاراضي كده سيراميك، وقلت تمام يعني كده كويس بدل الشرشوبه، لان فعلا بتعمل ريحه مش حلوه، عم ابقى اشتري واحده جديده. طبعا زين هنا بيلعب لعبه النط كده، بيقعد يعمل لعبه كده مع نفسه وبيعمل زي ما قلت لكم. الحيطان كده انتوا شايفينها هي متوسخه، غسلتها كذا مره بس بتتوسخ، هي عايزه تدهن، فان شاء الله هدهنها برده معاكم ان شاء الله. بامر الله هنعمل كل حاجه. مال ايدك، ايدك جميله. تعالوا بقى نخش على غرفه الاطفال. طبعا خلصنا غرفه النوم وخليناها فله، تعالوا بقى نروح نعمل، انت نوتي نعمل اوضه الاطفال. طبعا برضو خليت سيف وفرح يساعدوني، لازم كده خليهم يعملوا معايا حاجه. طبعا انا ما جبتش مرتبتين، انا كان عندي مرتبه قديمه ولسه هشتري واحده تانية. بصوا المكان جميل، بصوا سيبكم من زين، زين بيقعد يتغرغر كده، طالع في مطلوع يقعد يضحك كده ايه بغرغره كده، بيضحك ضحكه غريبه كده. وطبعا عايزه اقول لكم بيوسخ كل حته، بصوا عمال يتنطط لي على المرتبه ازاي، ماش قاعد. ولو روقت المكان مفيش نص ساعه بيتحول لكارثه. ربنا يخليه يا رب ويهديه، هي فتره وهتعدي وبكره يكبر كده ويبقى كيوت وقمر ويسمع الكلام ان شاء الله. انا بموت فيه، عايزه اقول لكم اخر العنقود ده فعلا سكر معود. المهم احنا خلصنا هنا ونضفنا برده، جبت برده القماشه بتاعتي اللي استعملتها وخليت فرح طوقت لي المكان كله، فبقى ريحته حلوه. حطيت شويه معطر، كان عندي معطر عاملاه في البيت كده بدل الدوني، ريحته حلوه قوي كده برده لبني، ومسحت بيه الارضيه، ريحه المكان كله بقت فل والمكان بقى حلو. طبعا لسه ناقص حاجات برده في اوضه الاطفال هعملها معاكم ان شاء الله. المهم ان احنا خلصنا، وبصوا السيراميك بقى تحفه نضيف مفيش فيه اي حاجه. يلا بينا بقى نعمل اكله يوم الجمعه اكله حلوه كده ترم العظم، هنعمل محشي النهارده. برضو بصوا المطبخ احفظوا شكله، لان احنا هنغيره فعلا في الفتره اللي جايه القريبه دي، هنغير فيه كتير، مش هسيبه كده، هدهنه وهغيره وهعمل فيه شغل ان شاء الله حلو، بحيث يكون حلو قوي على رمضان ان شاء الله. برضو الاكياس دي انا حطاها فوق هنا من زين. زين لما بيلاقي اي كيسه اكل، طبعا ما فيش دولاب مطبخ ولا كده، فانا بحط الحاجه في اكياس، اي كيسه يا جماعه يفتح ويدلق على الارض. عدس بجبه يدلق، مكرونه يدلق، ويقعد ياكل ويرمي، بيقرقشها كده يلاقيها ناشفه يقوم راميها لي، فطبعا كان ده بيبوظ لي كل حاجه. فكل حاجه بحطها في اكياس وعلقها بعيد عنه فوق كده، يعني حاسه ان انا هعمل المطبخ كله مسامير. ان شاء الله ربنا يرزقنا ونجيب ونعمل احلى مطبخ كده في دنيتنا وفي حياتنا. الحياه بتيجي واحده واحده، ما بتجيش مره واحده كده، فانا ان شاء الله هعمل كل حاجه. انا متفائله بالشقه دي وبحبها والله، بحس ان هي حلوه وجميله، وكمان مساحتها حلوه، فيها حاجات كتيره كنت بتمناها الحمد لله. هنا بقى جبت الكرنب وقطعته، الكرنبه دي جايباها ب 30 جنيه، وهي ما شاء الله ورقها طويل وحلو قوي، مفيش ارخص من كده عندنا، الحجم ده هو ده سعره كده، لفيه كتير والله في المنطقه. طبعا بسلق بقى الكرنب، بحط في الميه شويه كمون وشويه سكر وشويه ملح عشان ما يجلدش معايا، ودي برده تنفع معاكي عشان تفرزي الكرنب. الطريقه دي حلوه قوي، يا دوبك بشممه النار بس وبقوم شايلاه، وبعدين بقى بسيبه تحت ميه ساقعه كده علشان خاطر اوقف سواه تاني بقى.
وبس كده، لان لو سبته سخن هيفضل يدوب، انا مش عايزاه يدوب. المهم انا هنا كنت خلاص بخلص اهون، طبعا قطعت وجهزت وكده، وشلت العناقيد منه اللي هي التخينه دي. بحط برده بقيته. بصوا بقى الطريقه دي سهله قوي يا جماعه في تقطيعه، على الرخامه او على قطاعه بقى، تقطعي كده قطع هتلاقي معاكي احلى بقى ايه ورق كرنب بجد. زي ما قلت لكم طبعا تجيبي وتفرزي قبل رمضان، علشان خاطر في رمضان مش بتكوني فاضيه بقى ان انت تعملي. انا هفرز برده، هجيب وافرز بس شويه كده، اما ارتب امور حياتي الاول هفرز وهعمل كل حاجه ان شاء الله. بس الاول اظبط شقتي كده، عشان انا دلوقتي محتاسه فاهمني. لا فعلا في حاجات ناقصاني كتير، وكل شويه عماله بقى ايه، احوش من هنا احوش من هنا، اخش جمعيه عشان ادبر واجيب حاجتي ان شاء الله. يعني لما يكون الحاجه مفروشه كده في الشقه بتفرق مع الواحد في حاجات كتير. في ارضيه الحله بحط العناقيد بتاعه المحشي، او ساعات بحط ورقه خضراء. وبحشي بقى كوسه، انا بحب اعمل اول سطر كده كوسه وفلفل وبتنجان، وبعد كده بكمل الحله. بصوا بقى احنا هنخرج النهارده، هناخد المحشي بتاعنا الجميل وناكله بره. هعمل محشي وبطاطس، مش هعمل اي لحوم النهارده، عشان خاطر ايه نعرف ناكل. اللحوم دي عايزه البيت انما بره بقى شويه محشي كده بالشوكه كده وناكل وخلاص. حابين نغير جو، الولاد زهقانين طبعا، كله خلص امتحانات خلاص، عندي الحمد لله اخر واحده كانت فرح. فقلت لهم خلاص النهارده هخرجكم، هناكل بدري بره اكيد. قالوا لي يا ماما الوقت هيتاخر، الساعه طبعا اتاخرت عليها يا عم خلاص. قلت لهم هننزل يعني هننزل، مش فارقه، كده كده هناكل بره. المهم عملت المحشي خلاص وسقيته شوربه. كان عندي شوربه، ولو ما عندكيش شوربه شويه مرقه دجاج كده مع شويه ميه هتكون حلوه قوي، وكده تمام. بس ايه اهو قدامكم تمام. الشوربه ما كفتش، حطيت شويه ميه عادي خالص. خلصنا خلاص بقى المحشي. جبت اللانش بوكس بتاع الولاد، طبعا برضو العلب بتاعتي البلاستيك، كل حاجه مطبخي مش موجوده عندي. فخدت اللانش بوكس بتاعي بتاع الولاد، وبدات ان انا افضي المحشي. كنت هفضيه كده كله، جوزي قال لي لا يتهرى، حطيه واحده واحده كده ورصيه عشان نعرف ناكل واحنا بره. قلت له خلاص ماشي. المهم هنا بصوا الجمال، والله يا جماعه تحفه، شويه محشي بقى عسل عسل، رضيحي بس حلوين يتاكلوا كده حاف. بصوا حبايبي الغاليين، هنا الكوسه ولا الكرنب حاجه ده يعني عسل عسل. يلا بينا بقى نخرج وناخد الاكل معانا كده في كيستنا الحلوه. طبعا عربيه المترو لسه جايه هي، خش عليه فاحنا هنخش بقى ونركب، علشان خاطر نتفسح كده فسيحه بسيطه، مش لازم نكلف نفسنا، مش لازم لما نخرج نكلف نفسنا بقى وبتاع، لا هي اقل الاشياء والله الواحد بيتبسط. النهارده هنروح التحرير، هنقعد كده نتفرج، في هنا حناطير بالهبل، وهنا الاماكن حلوه قوي، في هنا عندك فنادق، كل حاجه جميله كده حوالينا، حتى هنا في سياح يعني، شفت اجانب ماشيين والله. فالمكان هنا جميل قوي يا جماعه وحلو. في فندق هنا وفي هنا قلعه كده موجوده، وطبعا المتحف المصري، كل الاماكن دي في التحرير. التحرير ده عظمه يعني. احنا ركبنا المترو في ثواني كده كنا في المكان اللي احنا عايزينه وحلو. وده جامع عمر مكرم ومجمع التحرير وكده. فالاماكن دي بتفتح النفس كده، تروحي تلاقي الناس كلها بره. عايزه اقول لكم احنا كان تقريبا مصر كلها بره. القاهره حلاوتها تخرجي فيها بالليل، تحس ان انت في اي وقت، حتى لو الساعه 2 بالليل ما شاء الله، ربنا يديم علينا نعمته يعني. تحس ان احنا الظهر زحمه، وناس ماشيه وناس بتتحرك وناس بتاكل وناس بتعمل عادي. زي برضو الساعه 6 الصبح تنزلي مثلا تروحي رمسيس عشان تروحي مشوار او تسافري، تلاقي الناس صاحيه وبتاكل وبيتعاملوا، بياكلوا كبده الساعه 6 الصبح قشطه يعني الولاد بقى فرحانين، وكانوا رايحين كده يتفرجوا على العجل اللي هناك دون. طبعا انا خارجه الخروجه دي عشان خاطرهم هم، تمام. جيت اتصور انا وزين، يا ابني تعالى اتصور معانا، ابدا يصوت، يا ابني هو انا خطفك، يقولوا عليا مرات ابوك ولا ايه دلوقتي. ما هو بس كانت عمال يصوت على اخره. قلت له ماشي انا هوريك، انا هصور انا واخواتك، وانت ابدا مش هتخش معايا في الصوره. بصوا مفيش، مش راضي يقعد ساكت خالص. يا ابني هناخد الصوره، طبعا اصور فيديو، مفيش نهائي، مش راضي يسكت خالص والله يعني مش عارفه في ايه، كاننا خاطفينه. المهم طبعا خدنا بعضنا بقى ودخلنا كده جوه في الجنينه اللي موجوده دي او الحديقه. وبصوا في سياح هم، حبيت اصور لكم الموقف يعني المهم فضلنا ماشيين كده لحد ما لقينا قاعده نقعد فيها عشان خاطر نفرش وناكل بقى الاكل بتاعنا. جبت مخلل وجبت ميه، وكان في دماغي هجيب بيبسي بس الجو ساقع. قلت لهم بيبسي ايه ده الجو ساقع، لا احنا هنشرب حاجات سخنه، اما نروح نشرب كابتشينو ولا حاجات سخنه، الجو تلج يا عم الحاج. بصوا هنا الجنينه جميله جدا والناس قاعده كتير بالهبل ما شاء الله. المهم هنا بقى طلعت المحاشي بتاعتي والبطاطس والحاجات الحلوه دي، ده المشكل، وفي طبق تاني فيه المحشي اللي هو الورق بتاع الكرنب وكده. فرح بقى مش ساكته، يا ستي حاضر هنفرش وهناكل استني لا هي عماله تلف حوالينا. ادي الكرنب اهو، وادي المحاشي بتاعتنا والاكل بتاعنا الجميل اهو. ناكل بقى ونتبسط، وبعد كده نقوم نتمشى بقى الفسحه بتاعتنا.
حبيت اخرجكم معانا كده نغير جو كلنا كده ونتبسط بدل قعده البيت. انتوا كمان لو جنبكم اي مكان اي جنة اي حاجه فكوا، خدوا العيال وفكوا عن نفسكم، انزلوا كده تمشوا تحت البيت، حتى هتحسوا بالتغيير وهتحسوا ان انتوا والله مبسوطين جدا. ان هنا بقى واحنا قاعدين بناكل القطه عماله بقى تجيلنا، يا ست الكل ما بتاكليش محشي انت؟ هي واقفه عايزه تاكل، فانا ما معيش اكل ليها والله، لو اعرف كنت جبت لها. انا جايبه اكل للقطط، انا بجيب لهم كده شويه اكل عندي في البيت دايما وبديها لهم عشان ياكلوا كده، انا بحب كده جدا. المهم انا والولاد كده كنا بنلعب بقى هنا. قلت لهم بصوا والله انا عايزه اقعد اجري انا لما بخرج بتحول ببقى نون صغير، بحب اقعد انطلق كده واجري. هنا بيتزا هات وهارديت، كل الاماكن هنا حلوه قوي. هوريلكم دلوقتي الجامعه الامريكيه وهفرجكم على الحاجات، يعني بصوا حاجات حلوه حاجات حلوه بصراحه. مش مهم نخرج في مكان يكون فخم، المهم نكون مبسوطين وخلاص، دي اهم حاجه على فكره في الدنيا يعني. خدت الولاد ومشيتهم، دي بيتزا هات اهو زي ما قلت لكم. فما شاء الله المكان هنا جميل قوي عجبني، بس طبعا ما دخلتش اخش بيتزا هات، لا ما ينفعش احنا خارجين كده كلنا خلاص محشي، احنا ضربنا المحشي المتين. هنا برضو حبيت افرجكم على الورود. وسيف طبعا وزين ماشيين معايا. عايزه اقول لكم حاجه كمان، انا جالي ورد، هنزل لكم الفيديو بتاع الورد بكره بقى هنا كنا برضو بنتمشى كده، فضلنا ماشيين كتير يعني، عايزه اقول لكم مشينا مسافه بس ما كناش حاسين بالوقت، لان الخروجه كانت لذيذه والجو كان احلى. كان ساقعه بس احنا كنا مبسوطين، ما تفهموش في ايه يعني، فاهميني. فرح وزين بقى هنا كانوا مبسوطين بالورود قوي، وفرح فرحانه عماله تشم الورد وكده. بصوا فرح عماله بتجري ازاي ورايا طياره ورايا. جينا هنا بقى الولد الناس وهي بتتصور يرضيكوا كده، قلت له يا زين حاسب الناس بتتصور، حرام عليك، احنا ما بنحبش حد يمشي جنبنا واحنا بنتصور. بس الناس كانت حلوه. بصوا هنا برضو الناس كانت بتتزحلق كده على السكيت بورد والحاجات دي بتاعه تزحلق، بنات وصبيان وكل حاجه قشطه يعني. فبجد كان يوم حلو. تعالوا بقى افرجكم على النيل، وكورنيش النيل بقى عسل. بصوا الجمال والنبي، برج القاهره كده الجميل اللي ظاهر ده، جو جميل جدا يا جماعه. لو انتوا في القاهره انزلوا تمشوا بس على الكورنيش كده والله هتتبسطوا. لو انتوا في اي مكان تاني انزلوا شويه على برضو على النيل كده، هتلاقوا مزاجكم بقى حلو ونفسيتكم هتتغير للاحسن. بجد اي خروجه بتفرق، تحس ان احنا بنجدد الطاقه كده. طبعا احنا كنا مضغوطين الفتره اللي فاتت بسبب الامتحانات وكده. بصوا السفينه اللي ماشيه المضيئه دي جميله قوي، شكلها حلو قوي، عايزه ابقى اركبها في يوم تاني ان شاء الله كده، هبقى اخد الولاد ونركب الحاجات الجميله دي، وبرضه اصور لكم كده ونتبسط ان شاء الله تعالى. انا عايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا في الله، وانتم بجد منوريني ومشرفيني. واتفرجوا بقى على الحاجات الحلوه دي وشوفوا بقى جو القاهره الجميل. بصوا بقى برج القاهره الجمدان بقى كله، النيل ده العشق يعني. المهم احنا طبعا خلصنا الخروجه، جبنا المترو روحنا. ما سكتوش بقى يا ماما اعمل لنا رز بلبن يا ماما، قلت لهم حاضر. طبعا كنا هنجيب بيبسي تحت، قلت لهم لا ده الجو ساقع نعمل حاجه تدفينا بقى. عملت احلى رز بلبن كريمي، عملته كيلو لبن، حطيت عليه 4 معالق من الكريم شانتيه وسكر حسب الرغبه، وطبعا سلقت الرز كوبايه رز، وبعد كده سبته لما تقل وغرفته في الاطباق وبقى قمر كده.